ننتقل إلى الداخلة، حيث نظم حفل توقيع المجموعة القصصية الجديدة الرقص مع الأموات لصاحبها القاص الشاب عبد السميع بن صابر. الحفل نظمته جمعية منارة الوحدة للثقافة والتنمية، وعرف حضور عدد من الأساتذة المهتمين وفعاليات مدنية أخرى. في المتابعة محمد فاضل أبو الحسن وصالح رقيبي. بعد مجموعته القصصية الأولى قبل عامين، حب وبطاقة تعريف، عبد السميع بن صابر القصصي الشاب يوقع مجموعته القصصية الثانية الرقص مع الأموات. 98 صفحة من الحجم المتوسط، تضم في ثناياها قصصا قصيرة تتجاوز حسب صاحبها القوالب السردية العربية الراهنة. تجربة الكاتب الشاب عبد السميع بن صابر تكاد تكون سباقة في الجهة، ومن شأنها إغناء الساحة الإبداعية الفكرية كما يرى هو نفسه. وبالنسبة للمجموعة فيعني معظم ما أتت به هو تجاوز للأقنومات السردية الكلاسيكية، وهي عبارة عن ورشة قصصية يعني تمتح من التراث يعني القومي والشعبي والعالمي طرائق السرد، منها تقنية الميتا قصة، أي أن القصة تصبح موضوعا فنيا نشتغل عليه أثناء السرد. خلال حفل التوقيع قدمت قراءات نقدية من طرف أساتذة ومختصين تقيم تجربة الشاب القاص مع مجموعتيه اللتان صدرتا مؤخرا، ولا سيما الرقص مع الأموات الصادرة هذه السنة. الحفل نظم من طرف إحدى الجمعيات المهتمة بالشأن الثقافي في مدينة الداخلة. احنا ان شاء الله في مشروعنا الثقافي نهدف الى الاهتمام بقدرات الشباب على المستوى الثقافي من اجل اظهارها وصقلها، وبالتالي دعمها من حيث الاصدارات، من حيث التأطير، من حيث كل الاشياء وكل الجوانب التي تهدف الى الرقي والسمو بالفعل الثقافي بجهة وادي دهب الجويرة. حفل توقيع المجموعة القصصية الرقص مع الأموات يأتي في سياق تكريم المبدعين الشباب بجهة وادي الذهب الجويرة وتبيان إبداعاتهم وتشجيعهم على مواصلة دروبهم. وهكذا يكون الفعل الثقافي الفني قد واصل حركيته بهذا الحفل في انتظار مبدعين شباب مع إبداعات جديدة.